الراجل ده لمس الستيك بإيده وطلب من الجرسون يشيله. الجرسون استغرب جدا لأن ده كان أغلى بيف ويلينغتون في المطعم، وطعمه كمان اتشكر فيه من عملاء كتير. بس لما شاف نظرة الراجل الغير راضية عمل اللي طلبه. أول ما الجرسون مشي، الحقيقة إنه ما كانش معاه ولا مليم، بس ما جاش ياكل ببلاش، كان عنده خطة أكبر. بعد شوية جابوا له ستيك تاني، الراجل بص له بس وطلب يتعمل من الأول. في مطعم إن الزبون يرجع طبق ده شيء عادي، وفي الأول الشيف ما اهتمش بالموضوع، لكن الراجل رجع الطبق كذا مرة لدرجة إن الشيف اتعصب وقرر يعمل الطبق بنفسه. الشيف عمل ستيك شبه مثالي، لكن الراجل برضه طلب يتعمل من الأول. في الآخر الجرسون اضطر ينادي الشيف والمدير. الراجل شرح لهم مشاكل الطبق، والشيف حس إنه خلاص وقرر يطرده، لكن الراجل قال إنه كمان شيف، ولو دخل المطبخ هيوريه إزاي يتعمل. الشيف حس إنه متحدى فوافق فوراً. الراجل دخل المطبخ وبدأ يراجع نظافته، بعدين قرب للبوتجاز وحط قطعة لحم في الطاسة علشان يقفلها، رش فلفل أسود مطحون بشكل متساوي، وفي نفس الوقت عمل فتحات صغيرة في العجينة دهنها ببيض علشان تلزق، وبعدين حط شريحتين جبنة فوق اللحمة، لفها بالعجينة ودهن طبقة مستردة صفرا، وبعدها عمل نقوش على الوش بالسكينة وحطها في الفرن. الخطوة اللي بعد كده كانت الصوص، وده كان تحدي كبير لأن الراجل كان فاقد حاسة التذوق الفترة الأخيرة وما كانش بيقدر يظبط التوابل غير بالإحساس. بس لحسن حظه كان كاتب الوصفة خطوة بخطوة: 25 جرام سكر، 5 جرام ملح، 5 جرام فلفل أسود مطحون طازة، 40 مل نبيذ أحمر، وبعدها يضيف زبدة ويتسوى 8 دقايق، وكده اكتمل طبق البيف ويلينغتون. لو وصلت لحد هنا مبروك، انت كده معاك الوصفة كاملة. أول ما الشيف داق الطبق فهم على طول إن الراجل عايز ياخد مكانه، وبفضل مهارته الكبيرة الراجل بقى هو الشيف الجديد بتاع المطعم.